السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي إلى المجلس الثامن من مجالس شهر رمضان. أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه. نتكلم في هذا المجلس عن فضل القيام في رمضان. أحبتي في الله، هناك لذة للقيام في رمضان لا يعرفها إلا القائمون المتهجدون في رمضان، لا يعرفها غيرهم أبدا. وقيام الليل مشروع مسنون كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. واعلم أخي الحبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سن لنا قيام شهر رمضان سنة وليس واجبا، وبذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، فلما كان اليوم الرابع صلى في بيته، فلما سئل قال: خشيت أن تفرض عليكم. وهذا من رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. يكن قيامك لليل في رمضان سواء من تراويح أو من تهجد أو من قيام الليل في البيت، إنما تبتغي بذلك وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا ليقال الناس والله أن هذا مواظب على التراويح وعلى التهجد. اخلص النية لله عز وجل واطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا غير ذلك. وليس للتراويح أحبتي في الله عدد معين، فإذا صليت مع إمامك فصل معه حتى ينصرف حتى يكتب لك الأجر، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى أحدكم مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف حتى يكتب له قيام وأجر ليلة. ولتحرص أخي الكريم على المساجد التي تصلي 11 ركعة في رمضان، أقصد في التراويح، أو 13 ركعة في رمضان. ولا يستحب لك أن تصلي في المساجد الأخرى التي تصلي سواء 23 أو 21 أو غيرها. لماذا؟ في حديث عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن عدد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان عن 11 ركعة، رواه الشيخان. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، أي في الليل، رواه الإمام البخاري. والأولى لإمام المسجد الذي يصلي بالناس التراويح أن يسلم بهم في كل ركعتين وأن يوتر بواحدة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. والأفضل أحبتي في الله إطالة صلاة التراويح حتى يحصل الناس على الأجر الكثير، ولا مانع أيضا من التخفيف، لكن الأجر الكثير في الإطالة كما في حديث السائب وبعض الأحاديث الواردة عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وليحذر بعض الأئمة من السرعة الزائدة التي تذهب الطمأنينة وتذهب الخشوع، فينقرون الصلاة نقرا بأقل الآيات وبأسرع، فإن هذا قد يذهب عنهم الأجر الكثير في رمضان. ويجوز للنساء حضور صلاة التراويح في المسجد بشرط إذا أمنت الفتنة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه الشيخان. ويشرع للنساء أن يصلين في آخر المسجد وأن ينصرفن قبل الرجال، ولكن الحمد لله في هذا الزمان هناك مصليات خاصة للنساء. احرصوا أحبتي في الله أن تأتوا بزوجاتكم وأمهاتكم وأخواتكم إلى المساجد ليصلين التراويح والتهجد، فإن في ذلك الأجر العظيم. وصلنا إلى نهاية هذا المجلس من مجالس شهر رمضان، أسأل الله أن يكتب لي ولكم الأجر، وإلى لقاء آخر غدا بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.